التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في ماتش بكره مع جنوب افريقيا. قبل ما اتكلم عن التشكيل لمنتخب مصر في ماتش بكره، عايز اتكلم عن موضوع حامد حمدان وهيروح اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز. في الاول انا مش بلوم على النادي الاهلي او اي نادي بيفاوض مع اللاعب حامد حمدان. الراجل طلع وقال على كل السوشيال ميديا ان هو متمسك بنادي الزمالك وعيلته كلها زملكاويه، واخوه قال بكده وقال ان حامد حمدان نفسه يحقق حلمه ان هو يلعب في نادي الزمالك، والراجل كان بيثبت ده يوم بعد يوم. لكن اداره نادي الزمالك ونادي الزمالك ما بيتحركش. انت عليك قضايا، عليك فلوس، لعيبه من عندك بتمشي. النادي الاهلي ملهوش اي ذنب ولا اي دور في اللي بيحصل لك. انت عايش في مشاكل ومجلس ادارتك عارف بكده ومخلي المشاكل تزيد مش تقل. لاعب عندك زي عبد الحميد معالي ولاعب عندك زي صلاح مصدق، اللعيبه دي مشيت وهتاخد فلوسها وعقودها بالكامل من نادي الزمالك ولسه ما كملتش موسم مع نادي الزمالك. صلاح مصدق ما كملش موسم، كان جاي في يناير اللي فات، وعبد الحميد معالي لسه جاي في انتقالات الصيفيه اللي فاتت ما كملش حتى 6 شهور. فالمشاكل اللي انت فيها انت السبب فيها مش اي حد تاني. فرضا لو النادي الاهلي مش بيفاوض حامد حمدان، هيروح بيراميدز، هيروح الخليج، لكن برضه مش هيجيلك. المشكله ان هو مش هيلعب عندك، مش المشكله ان هو يروح فين. هيروح الاهلي هيقعد دكه هيلعب اساسي، مش مشكلتي. المشكله انا كنت في احتياج ليه وما قدرتش اجيبه، هي دي المشكله اللي بجد. فالنادي الاهلي يخش في الصفقه او ما يدخلش، المهم ان انا واقف بتفرج ومستني اي حاجه تحصل من عند ربنا، لكن انا افكر واعرف انا بعمل ايه ما بيحصلش من مجلس ادارتنا. دي حاجه. اما بالنسبه لتشكيل منتخب مصر في ماتش جنوب افريقيا، كابتن حسام حسن بمعرفتي ليه وطريقه لعبه ان هو الراجل مش هيغامر ومش هيألف. فلو هنتكلم عن حراسه المرمى، طبعا المفروض اللي يلعب مصطفى شوبير، بس حسام حسن هيلاعب الشناوي. الاثنين مساكين المفروض رامي ربيعه وياسر ابراهيم، مش عشان هم كويسين، لا عشان هم فاهمين بعض. بس هو هيبدا بحسام عبد المجيد وياسر ابراهيم. ناحيه اليمين محمد هاني مش هيغير وهو ده احسن واحد في المركز ده. ناحيه الشمال فتوح، بس هو هيلاعب محمد حمدي. في نص الملعب مروان حمدي، والمفروض محمد شحاته جنبه، بس هو هيلاعب حمدي فتحي. المفروض يلعب في مركز 10 زيزو مش امام، وهو ده اللي هيبدا بيه كابتن حسام بكره بعد التغييره اللي حصلت مع امام عاشور الماتش اللي فات. ناحيه اليمين هيبقى محمد صلاح، ناحيه الشمال هيبقى تريزيجيه او مرموش لو مصطفى محمد سليم، بس اللي انا اعرفه ان مصطفى محمد مش هيلحق الماتش ومش هيلعب، فاللي هيبقى مهاجم وحيد بكره هو هيبقى مرموش، وناحيه الشمال هيبقى تريزيجيه. كل الدعم والتوفيق لكابتن حسام حسن والمنتخب مصر. وعلى فكره انا قلبي حاسس ان مصر هتاخد البطوله دي. ليه؟ معرفش، يمكن عشان حسام حسن محظوظ، يمكن عشان احنا كل ما بتضيق اكتر كل ما البطوله تفتح معانا اكتر واكتر. ان شاء الله الماتش بكره يعدي على خير عشان نبقى اول منتخب يصعد لدور ال 16.